معانا هنا مجموعة سندوتشات بيعملها بالبانيه بقطع الفراخ. يعني هنا شكشكها الأول، بعد كده حطها في التتبيلة وحطها في الدقيق والبقسماط وحمرها. طبعا كل ده احنا بنبقى عارفينه، احنا بس هنا بناخده أفكار للسندوتشات. اللي يحب بقى ياكل الأكل السندوتشات ده بالليل خصوصا يعني في السهرة. مجموعة من السندوتشات كلها حلوة. قطع ادي الفراخ بعد ما عملها. طبعا احنا هناخد اللي ينفعنا. الكمية اللي هو حاططها طبعا كتيرة جدا مبالغ فيها طبعا، فانتي بتختاري وبتعملي اللي على قد الامكانيات. برضو قطعة من صدور الفراخ وخرمها بالشوكة وقطعها قطع صغيرة برضو زي الشاورما، حط عليها بيض ودقيق وقلبها وحمرها في الزيت. قطعة بقى من الجنزبيل كده بيبشرها مع الثوم والكاتشب، وبقى عمل زي صوص كده حلو مخصوص وحطها بقى مع حبة الرز دي برضو كانت وجبة. دي شرايح لحمة بيحمرها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بيفرمها بقى بالسكينة، بيقطعها بالسكينة بتبقى قطع صغيرة قوي. قشر البطاطساية وبشرها كمان. يعني بصها كلها حاجات بتبقى من البيت. صفاها وحط البطاطس في الطاسة، وحط عليها الملح والفلفل واللحمة، وحط عليها طبقة تانية، وبقت برضه طبق حلو كده. نتمنى ان الفيديو يعجبكم.